السلام عليكم حبايباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. راني عاودت وليت لكم وجبت لكم فيديو جديد ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو. راني عاودت وليت لكم بعد غياب طويل مع روتين بزاف هايل مع هذه الاجواء تاع الشتاء. الله يبارك ما شاء الله، ربي نعمنا بهاد النعمه تاعو. ربي يعني ربي غاثنا، الحمد لله يا ربي على هاد النعمة تاعك، والحمد لله الحمد لله. اللهم صيبا نافعا ان شاء الله. ربي ان شاء الله تقعد هكا الشتا، يعني تكون اجواء روعة. يعني ايام الشتاء هادو وحدهم يعني اشتقنا لهاد الاجواء. عاودت وليت ليكم بهذا الروتين تاعنا. نروحو نبداو لا فيديو تاعنا. حبيت نشارك معكم هكا هاد الوصفات تاعنا مع هذا البرد والشتاء. وهاد لا فيديو تاع الكيك وميني قطايف كيما قلت لكم، حبيت نشارك هكا معكم هاد الوصفات، وحبيت نعطيكم ثاني كمشاريع اللي حبيت يعني نعطي لها كمشاريع كيفاش تخدم يعني هكا راهي قاعده في الدار وحابه تسترزق يعني في الدار وتخدم هكا يعني مشاريع هادوما ميني قطايف لي كيك، يعني اي حاجه كيفاش نوري لكم كامل يعني الطريقه. لي فيديو راني مصورتهم وراني مخليتهم. وهنا نروح ثاني نروح للروتين تاعنا. واش درت معكم هنايا؟ راح نشارك معكم الوصفه تاع المطلوع تاعنا تاع زمان، يعني بطريقه هايله ومليحه وبمكون ثاني بزاف هايل. راح يجي المطلوع تاعكم بزاف خفيف وبزاف هايل. شوفوا كيفاش جاني، يعني المطلوع جا بزاف هايل وبزاف مليح، رغم اني يعني الطاجين ما ساعدنيش بزاف، بصح يعني ولا غير جا بزاف هايل وجا مليح. اللي عندها طاجين مليح وجديد ولوغر راح يجيكم بزاف مليح هذا المطلوع. وراح نشارك ثاني معكم اللوبيا، قلت لكم مع هاد الشتيوه مع هاد البرد الله هذا واش يليق. وثاني الحميص تاعنا بالفلفل تاع البلاد تاعنا ثاني دوك نشاركو معكم. نروح نجوزو لطريقه التحضير تاع المطلوع تاعنا. نروح نبداو نصلو ونسلمو على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نبداو الروتين تاعنا. هنا واش عندنا؟ عندي هنا 3 كيلات تاع السميد المتوسط هكا، يعني انا درت المتوسط ما درتش رطب، درت هكا هاد المتوسط كما راكم تشوفوا. يعني لا فيديو راهي يزرب باسكو جاني بزاف طويل راني نزرب فيه. كما قلت لكم ديروا يعني على حساب العائله. انا حبيت برك نكيل معكم وتشوفوا يعني شحال درت، شحال خرجت لي من مطلوع هاد المقادير تاعنا. درت 3 ليبول 3 ليبول تاع السميد متوسط، ودرت شويه تاع الملح ثاني على حساب الذوق. وبديت نخلط هنايا المكون الاساسي يعني اللي يخلي المطلع تاعكم بزاف هايل وخفيف. هنا درت كاس تاع الحليب وخلطت معاه الماء، وبديت نطم يكون دافي هذاك الماء تاعنا شويه، وخلطتهم مليح هكا وعجنتهم هكا شويه هذاك العجينه تاعنا بعد ما طميتها. ومن بعد خليتها ترتاح، يعني خليتها ترتاح حوالي نص ساعة هكاك. خليتها يعني ارتاحت لي مليح هذيك العجينة تعطيكم يعني النتيجة بزاف هايلة كي تخلوها ترتاح. ومن بعد ما خليتها هنا ترتاح، واش درت هنايا؟ درت مغرفة تاع السكر ومغرفة تاع الخميرة تاع المطلوع ثاني هكا كما راكم تشوفوا في هذاك البول اللي كيلت به السميد تاعنا. وخليتها تخمر لي هذيك الخميره تاعنا. بعد ما خمرت لي راني نضيف لها لهذيك العجينه تاعنا غير بشويه هكا كما راكم تشوفوا، راني نضيف لها غير بشويه هكايا. ونزيد هكا ثاني شويه تاع الماء باش تجينا العجينه تاعنا شويه متلوقه ماشي يبسات العجينه تاعنا. شوفوا هنا ثاني راني ندخل فيها ديك الخميره تاعنا مليح دخلتها وراني نعجن في نفس الوقت. نعجن وراني نضيف فيها ديك الخميره تاعنا. شوفوا يعني بعد ما ضفت لها كامل هذيك الخميره تاعنا، اذا شفتوها مازالها يابسه
كما قلت لكم اذا شفتوها يابسه زيدوا لها شويه تاع الماء تولي هكا يعني ماشي جاريه مليح مليح. شوفوا كيفاش القوام تاعها كيفاش راهو باين. وراني دهنتها غير بشويه تاع الماء هكا بعد ما عجنتها كامل وطميت هذيك العجينه تاعنا. شوفوا يعني في الجفنة تاعي ما خليت حتى يعني حاجة تاع العجين ولا طميتها كامل. وراني نخبط فيه هكا غير بالعقل بالعقل خبطوه يعني حوالي واحد الخمس دقايق ولا. وخلوه ثاني زيد يخمر لكم غطوه بصاشية تاع النيلو هكايا ولا بعفسة هكايا. وخلوه ثاني يرتاح لكم حوالي ربع ساعة. كيما راكم تشوفوا راني نخبط هكا فيه هكايا. وراني خليته هنايا يخمر لي يخمر لي الخطره الاولى كما نقولوا حنايا خليته هكا يخمر لي شويه هكا كما راكم تشوفوا. هكا كما راني نقول لكم هنا يعني خلوه يخمر لكم غير شويه كما قلت لكم حوالي نص ساعه هكاك وعاودوا ولوا ليه. بعد ما خليته يعني في نفس الوقت خليت هذاك المطلوع تاعي يخمر. هنا واش راني ندير راني نشوي في الفلفل تاعي يعني الفلفل تاع البلاد درت به الحميص بزاف هايل وبزاف بنين هاد الفلفل يعني كما قلت لكم هذا وقته يعني هذا الفلفل. وماشي ما يتباعش هنا في الجزائر هذا بعثته جبته لي يما ربي يحفظها ويجازيها كل خير ان شاء الله وربي يطول في عمرها. كانت جايه لهنا جبت لي هكايا هاد شويه تاع الفلفل. قلت والله غير نشاركه معكم وندير به الحميص وكيفاش راح يجي الحميص تاعنا بهذا الفلفل. يجي بزاف بنين وسورتو هاد الصغير هكايا يعني بنتو وحدو هاد الفلفل سواء هكا ديروه شليطه ولا تقلوه ثاني يجي بزاف هايل. ها ولي كان يعني بعد ما كملته كامل راني درته هنايا في هاد الصاشيه باش يعرق لي ويتنقى لي ثمثم يعني بلا ما تتعبوا معاه بلا ما يعييكم. هكا كيما راكم تشوفوا راني نقول لكم خلوا هكا يعني في الصاشيه ثاني حوالي نص ساعه ولا عاودوا ولوا له ونقوه يكون يعني وجدت لكم. وانا هذيك الحبه تاع الطوماطيش ثاني راني نشوي فيها دوك نحيها ثاني في طبسي ونخليهم بجيه هكا. وهنا ثاني راح ندوز هذيك اللوبيا تاعي بعد ما طابت لي درتها في الكوكوطه شمختها كنت مشمختها ومن بعد درتها ثاني في الكوكوطه طابت لي غلقت عليها حوالي نص ساعه ولا 45 دقيقه هكاك لقيتها يعني دابت لقيتها يعني هايله. هنا راح نديرها غير اللوبيا تاعنا راح نديرها غير بالبصل والطوماطيش. انا قطعت زوج حبات بصل هكا يكونوا شويه ما كبار. قطعتهم هكا شرائح وسكرفشت لها ثاني واحد زوج حبات طوماطيش ولا يكونوا ثاني ملاح هكايا. ودرت هنا لي زيبيس درت هنايا حبه تاع الجامبو درت الفلفل عكري حلو وحار ودرت الكمون ودرت شويه فلفل الكحل وشويه ملح وشويه راس الحانوت. هاي لك اللوبيا تاعي يعني بعد ما خليتها طابت لي شوفوا كيفاش طابت الزبده طابت هايله هذيك اللوبيا تاعنا يعني كما قلت لكم وقتها يعني مع هاد البرد ومع هاد الشتاء يعني الله يبارك ما شاء الله. اللهم صيبا نافعا ان شاء الله. وهنا راني حندير هذيك تسمى هذاك ندوزن اللوبيا تاعي ونعاود نغلق عليها ونخليها طيب يطيب لي هذوك البصل والطوماطيش ومع هذاك لاصوص تاعنا. وهنا عاودت وليت للمطلوع تاعنا شوفوا يعني بعد ما خمر لي شوفوا يعني النتيجة هذيك بزاف هايلة وبزاف مليحة هذه الطريقة تاع المطلوع تاعنا. نتمنى كل وحدة تجربوا كما قلت لكم مع هذا البرد ومع هذا الشتاء. هذا واش يليق لولادنا ومع الاختبارات ثاني هذا واش يليق نقدموا لولادنا.
ربي ينجحهم كامل وربي يوفقهم كامل في الامتحانات تاوعهم وفي الاختبارات. ان شاء الله يا ربي كل واحد يلحقو ربي وين نحب ان شاء الله. هنايا بعد ما خليته يعني كيما قلت لكم راح نكسرلو هذاك الخمر تاعنا. راني درتلو هكا غير بشوية تاع الزيت من الفوق باش ما يلصقليش في يدي، وفي نفس الوقت ثاني درتلو شوية تاع الزيت يعني حوالي مام با كاس تاع لاتاي هكاك تاع الزيت، غير باش يعني باش ما يلصقلناش برك في اليد. ومن بعد نقسمو هكايا مطلوعات، ودرتلو ثاني شوية تاع سانوج يعني كاختيار اللي يحب يديرلو يديرلو، واللي ما حبش ما يديرلوش. هاكا كيما راكم تشوفوا. راني نضيف هنايا في الزيت تاعنا يعني شوفوا كيما قلت لكم ما درتش بزاف، حوالي يا ربي واحد كاس تاع لاتاي هكاك تاع الزيت هكا. ودرت له ثاني كيما قلت لكم درت السانوج هكا. ثاني كاختياري حبيتو ديروا الزرارع هذوك ولا ديروا يعني كل واحد والاختيارات تاوعو، كل واحد ويدير واش يحب، كل واحد يدير يعني كل واحد واش يفضل يدير هنايا. هنايا شوفوا كيفاش يعني بعد ما دخلتلو كامل هذاك الزيت، بعد ما دخلتهولو كامل لهنايا، وهذاك السانوج ثاني بعد ما دخلته كامل دخل العجينة تاعنا. شوفوا كيفاش يعني عطانا وجه بزاف هايل وبزاف مليح. راني نقسم هكا في المطلوعات، ديروهم اللي يحب يديرهم صغار يديرهم صغار، اللي يحب يديرهم كبار يديرهم كيما انا يعني درتهم متوسطين ما كبار ما صغار. درتهم برك يعني هكا يكونوا موايا كيما راكم تشوفوا. راني نعطي لهم يعني هكا نسي نعاود ندير لهم هذاك الوجه المليح باش يعني يجي بزاف هايل. هاوليك يعني بعد ما درتو كامل هكايا مطلوعات شوفوا كيفاش درتو. هنا راني فرشت يعني هاد درتهم سبيسيال هكايا تاع المطلوع. حبيت نشري هذوك تاع اللي راهم خرجوا يعني هذوك تاع كل وحده يعني وين ديروا المطلوع تاعكم كل وحده يعني بالدويرات تاعها. انا يعني مازال ما شريتهمش، عندي هذوما دائما ندير فيهم هكايا هذاك المطلوع تاعنا. هنا راني رشيت هذيك التشليقه تاعنا كامل بالفارينه كيما راكم تشوفوا، وراني بديت نحل فيهم هكايا. وبالك برك يعني باسكو العجينه تاعنا شويه راهي متلوقه، وبالك برك تلصق لكم شويه كتر وشويه هكا تاع الفارينه باش يساعدكم. هاملك شوفوا كامل يعني بعد ما حليتهم كامل هذوك المطلوعات تاعنا. خليتهم هكايا شوفوا كيفاش حليتهم يعني ما حليتهمش يعني شوفوا السمك تاعها يعني ماشي رقاق مليح مليح مليح، وماشي ما خليتهمش خشان ثاني مليح مليح. ديروهم برك يعني عينكم هي ميزانكم وتعرفوا المطلوع كامل كيفاش يجي هكايا. وغطيتهم كامل هكا كما راكم تشوفوا. راني غطيتهم كامل وخليتهم يخمروا لي هكا كما راكم تشوفوا، وخليتهم يخمروا لي بعقالهم هكا كما راكم تشوفوا. يعني خرجوا لي وقيلا خرجوا لي واحد ست مطلوعات خرجوا لي. وهنا نعاود نولي اللحميس تاعي بعد ما نقيته كامل. درت فيها الطاجين تاع الطين ثاني اللي يمد بزاف بزاف البنة هايلة ويمد يعني يزيد البنة من عنده هاد الطاجين. بعد ما نقيته كامل انا الطرشي انا الفلفل تاعي دائما ما نحيلوش الزريعة، نحب نديرو هكايا بالزريعة كما قلت لكم. بعد ما كملت هذاك الحميص تاعي ولا الشليطه كل منطقه كيفاش يسموا هذاك الطبق تاعنا. الطبق يعني كل واحد وكيفاش يديرو، كل واحد كيفاش
استعملوه. خليته بجي هذيك الشليطة تاعنا، وعاودت وليت المطلوع تاعنا بعد ما لقيته خمر لي وراني بديت نطيب فيه. يعني ما كاش كنت نصور وكنت نطيب في نفس الوقت. بزاف يعني صعيب هكا التصوير والطياب، وكنت يعني غير نصور غير بيدي. على بيها يعني ما قدرتش نصور لكم كيفاش نحط المطلوع وكيفاش كنت غير انا وامير برك في الدار، صافي ما كانوش دراري باش يحكموا لي التليفون ويبداو يصوروا. هنايا راني كيما قلت لكم شوفوا المطلوع تاعنا كيفاش جا، يعني جا هايل، جا بزاف ما شاء الله. شوفوا يعني كيفاش تنبل لي في الطرف، يعني طريقة يعني راهو ناجح 100%. بزاف هايل هذيك الطريقة تاعنا تاع العجين، كيفاش عجنتو تبعوا الطريقة برك مليح مليح. وانا بعد ما كملته كامل شوفوا النتيجة تاعو كيفاش جا بزاف هايل وجا خفيف وجا يعني روعة ما شاء الله. نتمنى تجربوا هاد الوصفة يعني راهو جاي رمضان ان شاء الله يا ربي. كيما تعرفوا يعني دايما كاين في بعض البيوت المطلوع ما يخطيهمش من الدار المطلوع. هذه هي النتيجة تاعنا بعد ما كملته كامل. شوفوا كيفاش جا يعني بزاف هايل وجا بزاف خفيف. ان شاء الله يا ربي تجربوا هاد الطريقة وهاد الوصفة، راح يعجبكم بزاف مليح، والعائلة تاعكم ثاني راح يشكروكم على هاد المطلوع. وهنا هذيك الشليطة ثاني شوفوا كيفاش جات الله الله، جات روعة، جات تشهي يعني بزاف ثاني مليحة مع هذاك الفلفل اللي قلت لكم عليه. يعني كاين بزاف يعني يقولوا لكم غير حميص برك، بصح حنا يعني في منطقة تاعنا تاع القبائل هذا الطبق معروف معروف بزاف بزاف، ويعني محبوب يعني دائما موجود، سواء في الأعراس تاعنا ولا في المناسبات ولا في أي مناسبة ولا في يعني دايما موجود فوق الطابلة فطور وعشاء، يعني يكون حاضر هذا الطبق تاعنا المعروف بزاف 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 عندنا في منطقة القبائل. هذا هو الأطباق تاعنا. إن شاء الله يا ربي تنوضوا اليوم كما يقولوا البرد والشتاء الله يبارك. هذا واش يليق في هذا البرد والشتاء. اللوبيا تاعنا ثاني جات عسل هايلة، ثاني سيوها بهذه الطريقة تاعنا راح تعجبكم بزاف بزاف. ان شاء الله يا ربي يعجبكم لا فيديو، ما تنسوليش من البارطاج وما تنسوليش في الاشتراك في القناة. اليوتيوب عاقبني نحاول السوايع. نتمنى تشوفوا لي هاد لا فيديو حتى الاخر، وباش يطلعوا لي غير شويه تاع السوايع، خصوني شويه تاع السوايع. نتمنى ان شاء الله تدعموني وتلحقوني يعني كيما نقولوا حنا للحلم تاعي. هذا اليوتيوب يعني ما استفدت منه حتى حاجه كامل، على بها نعجز نبارطاجي معكم لي فيديو تاعي. كاين بزاف لي فيديو اللي صورتهم ومازال ما خدمتهمش، غير على جال عجزت يعني بزاف على هذا المونتاج وكامل. ان شاء الله يا ربي لا سجعوني ونعاود نولي لكم بقوة ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل في احسن الاحوال. ما عليا غير نقول لكم تلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. اتهلاو في رواحكم، سلام.